ذكر الإعلام المصري إكرامي الرديني في برنامج المدرج العربي على قناة عجمان مع الدكتور عبد الله الكعبي. بصراحة ما خللهوش لا بارد ولا حامي. محمد سليمان مرتضى منصور هو الوحيد في الدنيا اللي كان فاهمه. الأهلاوي مش هيسيبنا. كان مدرب لمنتخب مصر مع الكابتن حسن شحاتة مدرب حراس المرمى في 2006 و2008 و2010. وعلى فكرة يعني تاريخ أحمد سليمان الرياضي كله لعيبة الأهلي اللي صنعته. الأهلاوي مش هيسيبنا. بتعيط لي يا سوسو، بتعيط لي يا سوسو. الأهلاوي مش هيسيبنا. وده عيب كبير جدا 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 اللي يتقال كلام من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو عضو مجلس إدارة حالي. الأهلاوي مش هيسيبنا. واللي معروف اللي 2006 و8 و10 عبد الله، نعم، اللي 80% من لعيبة المنتخب أهلاوية. يعني الأهلاوي مش هيسيبنا. فارس اللي هو المذيع في قناة النادي الأهلي، وقريت له بوست من حوالي 4 أيام بيلخص الموضوع كله. في واحد أحد المحللين كان ليه 7 وظائف: عضو اتحاد كورة، عضو مجلس إدارة أحد الأندية، محلل في الدوري السعودي، محلل في الدوري المصري، عضو مجلس إدارة أحد الأندية المستثمرة، بالإضافة للأكاديميات الخاصة بتاعته. يعني بصراحة موجودة عندنا دي في مصر. موجود للأسف الشديد، للأسف الشديد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. الأهلاوي مش هيسيبنا. حضرتك لو دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الإشعار بكل فيديو جديد ننشره أول بأول. ومن فضلك وليس فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. الأهلاوي مش هيسيبنا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. معانا النهارده وموضوعنا هو اللواء أحمد سليمان، مع تقديرنا الشخص واحترامنا له. لكن أنا رأيي الشخصي إن مرتضى منصور هو الوحيد في الدنيا اللي كان فاهمه، هو اللي كان عارفه كويس. لذلك شطبه من مجلس الإدارة ومنعه من دخول النادي وشطب عضويته، وكل ما يكسب قضية يوقفها له تاني. تاريخ حياته كله اللي سطره لعيبة النادي الأهلي، ولكن طلع مع مهيب واتكلم وقال لك إن النادي الأهلي عمره ما ساعد وبيعرقل عمل اتحاد الكرة وما بيدوهوش لعيبة. وكان الكلام ده في حضور الكابتن إكرامي الشحات، اللي هو ما قالش أي حاجة، ما قالوش أنت واخد بطولاتك من بلعيبة النادي الأهلي. وبعدين بصراحة ما لقيتش حد من الإعلاميين تناول الموضوع بجدية ورد عليه بالمساندات زي محمد فارس، إلا من رحم ربي. ولكن طلع ذكر الإعلام المصري إكرامي الرديني في برنامج المدرج العربي على قناة عجمان مع الدكتور عبد الله الكعبي. بصراحة ما خللهوش لا بارد ولا حامي. قال له انت تاريخك ايه؟ انت مين اساسا؟ انت مين؟ اسمعوا قال ايه؟ الأهلاوي مش هيسيبنا. يلا بينا نسمع وارجعوا لي. يلا بينا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعا تصريحات الكابتن أحمد سليمان عن عدم مساندة الأهلي للمنتخب. ما أعتقد في لاعب ما يتشرف أنه يحمل تيشيرت المنتخب، يعني في معقولة على زمن أبو تريكة ووائل جمعة والأسماء الكبيرة.
زكي والاسماء، يعني ما يتشرف لاعب الان او الاداره ما تخلي لاعب انه يلبس تيشيرت المنتخب؟ معقول الكلام كابتن كرامي؟ نبغي توضيح بس احنا. والله للأسف أنا مش عارف هرد عليك بصفته عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وده عيب كبير جدا 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 اللي يتقال كلام من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وهو عضو مجلس إدارة حالي، ولا أرد عليه بصفته كان مدرب لمنتخب مصر مع الكابتن حسن شحاتة مدرب حراس المرمى في 2006 و2008 و2010. وعلى فكرة ده كل تاريخ أحمد سليمان، واللي معروف اللي 2006 و8 و10 عبد الله، نعم، اللي 80% من لعيبه المنتخب اهلاويه. يعني تاريخ احمد سليمان الرياضي كله لعيبه الاهلي اللي صنعته. اما بقى اللي بيحدثنا عن اللي النادي الاهلي ما بيساندش المنتخب، فارس اللي هو المذيع في قناه النادي الاهلي ده صديق شخصي ليا، وقريت له بوست من حوالي 4 أيام بيلخص الموضوع كله. وفارس ده يعني شخصية مثقفة، راجل هادي، فلخص كل الموضوع وذكر فيها أحداث تاريخية. فإحنا لما نيجي نتكلم يا كابتن عن البوست اللي قاله فارس بيقول إيه: سنة 84 و88 ضاع دوريين من النادي الأهلي بسبب استدعاء لعيبة النادي الأهلي في الوقت اللي طارق يحيى ساب المعسكر وراح نادي الزمالك وكسب الزمالك البطولتين بتوع الدوري. في 2021 القريب وليس كل ما يعرف يقال، لما قالها احمد مجاهد وقال لك انا هنحل مشكله تعارض البطوله الامم الافريقيه مع بطوله كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي اتخذ منه 6 لعيبه في منتخب مصر ووصلوا للنهائي، وجم اللعيبه على الامارات هنا في مباراه الهلال بعد ما لعبوا المباراه الاولى. برضو قبلها في نفس السنه اللي فيها 6 لعيبه اتاخد من منتخب مصر الاولمبي 6 لعيبه من النادي الاهلي، والاهلي خسر بالضبط نقاط اثرت على فوزه بالدوري، وبالفعل الزمالك خد الدوري. فاصبح مواقف الاهلي يخدم المنتخب. طبعا. تعال بقى كابتن للواقع اللي هو بيقول عليها، اللي هو قال مباراة اليابان النادي الاهلي كان بيستعد قبلها لمباراة النجم الساحلي في نهائي افريقيا في 2007، فادينا له خد اجازه 15 يوم قبل المباراه. الكلام ده لم يحدث. طيب الكلام ده بالظبط يا كابتن عبد الله كانوا 9 ايام، والكلام ده باكد عليه برضه فارس عشان ندي للراجل حقه اللي هو ادانا البوست الشافي الوافي أكيد. لكل حاجه يستاهل. نعم. فاصبح يا كابتن عبد الله 7 ايام. وكمان النادي الاهلي يا كابتن عبد الله كانت مباراه وديه بمناسبه مرور 50 سنه على مش عارف الثقافي اللي بين اليابان ومصر، فالكلام ده غير طبيعي. تعال بقى في المقابل يا كابتن، مستشار مرتضى منصور نفسه في مع فيتوريا في اول مباراه ليه، كان الزمالك عنده مباراه في دور التمهيدي مع فريق تشادي، طلع اللعيبه من المنتخب ولعب دور تمهيدي، وكانت اول مباراه لفيتوريا، وقال لك اشكر حازم امام رغم اللي هو قال لي ما تشكرنيش. فاصبح يا كابتن انا مش بعمل مقارنات، لا هي مقارنه انا مش موجوده كابتن كرامي، لكن حتى في فارس ذكر برضه في مباراه وديه عمان نفس القصه. الاهلي أكيد. راح كان بيلعب سانتوس، فريق اسمه سانتوس، وخسرنا 3 يا كابتن عبد الله في عدم وجود ابو تريكه وسيد معوض وائل جمعه. فالقصه طيب. كابتن عبد الله التاريخ بيقول ايه يا عبد الله؟ التاريخ بيقول ان النادي الاهلي عنده اولا واخيرا المنتخب الوطني، والبيان اللي عمله كابتن محمود الخطيب في 2021 عندما تعارض كأس العالم للأندية مع بطولة أفريقية يدرس، وقال أكيد. المنتخب أولا وكلنا نلعب باسم مصر، فما فيش مزايدة بالضبط. لكن أنا بوجه رسالة لأحمد في هذا الموضوع خط أحمر يعني بصراحة يعني أنا ما تلعبش على أوتار وطنية النادي الأهلي، لأن المواقف تاريخك كله النادي الاهلي لعبته هو اللي صنعوه. انا ما نعرفش احمد سليمان قبل ولا بعد 2006 و8 و10، والمعروف اللي دي لعيبه النادي الاهلي. نعم. طيب والحاجه الثانيه نختم، انا مش عارف هو نعم. بيتكلم كعضو مجلس اداره
ولا محلل ولا ايه، شيء شخصي، لانه في الاول والاخر يا شخصي. كابتن عبد الله هو محسوب على عضويه مجلس اداره نادي الزمالك. ومفروض ما يتكلم. لا ما ينفعش يتكلم في ناديك. هذه مشكله الزملكاويه. مشكله الزملكاويه هي مشكلتهم، مع احترامي وتقديري، مش لاحمد سليمان. حتى كذلك تصريح شيكابالا. لا انا اتكلم تصريح أنا شيكابالا ممكن انا طبعا متضامن مع الكابتن اكرامي في الكلام اللي بقوله، بس انا ممكن اضيف حاجه. هو يسأل عن اللي قاله كاعلامي، هو طالع بيتكلم في الاعلام يعني، لكن لا الكابتن حسين اللي بيطلع يقول حاجه زي كده ولا مش هنحاسب مجلس على هو يحاسب على اللي قاله، صح، لان هو الكلام صح. ما ينفعش يتقال. شوف ترى من غرائب الدوري المصري والكره المصريه تشوف محلل عضو مجلس اداره، ما ينفعش تشوف نائب رئيس مذيع، انا شايف ان ده تضارب، تشوف صحفي يا رئيس لجنه فنيه ابو حميد كابتن عبد الله، انا شايف ان ده تضارب في تشوف محلل لا. يروح بلده ثانيه يحلل، ويجي ثاني يوم كنت لسه هقول لك يحلل في الاستديو. كان في واحد احد المحللين كان ليه 7 وظائف، عضو اتحاد كوره، عضو مجلس اداره احد الانديه، محلل في الدوري السعودي، محلل في الدوري المصري، عضو مجلس اداره احد الانديه المستثمره، بالاضافه للاكاديميات الخاصه بتاعته. يعني بصراحه موجوده عندنا دي في مصر، موجود للاسف الشديد، للاسف الشديد. طيب الأهلاوي مش هيسيبنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واخيرا اشكر حضراتكم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي ما اشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو ننشره اول باول. ومن فضلك وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل معانا لكل المشتركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.